انت حالتك اللي ضربت الجزاء. طيب الحاله نشوفها ونشوف التعليق من الجميع. نشوف رايك فيها فتحي. هذه الحاله رايك فيها، وناخذ تعليق كذلك صابر واحمد رايك. شوف تتذكر البارح قلت عباره، قلت المغرب احترم المنافس ولا ترحم المنافس. حتى انت قعدت طيب انت شنو قرارك؟ شوف اذا كان من الزاويه هذه ما ترتقيش الى ضربه جزاء. وكنت نتمنى انا، لانه الاحتجاجات كبيره من البنك التنزاني واللاعبين كنت نتمنى ربما الفار يجي ويتاكد انه ما فما ضربه جزاء. لا بس الفار نبه الحكم لا ترتقي ان تصل الى الفار. صحيح ربما، ولكن انا في قناعتي ونحبش الناس الكل تسكت، لانه فما برشا كلام وحديث عن كونه مجامله للفريق المحلي. انا اخويا الفار عيط له يتفرج خليه يقول. انا هذا اللي كنت عشان يشيل اذا في حراجات ولا في حراجات. صحيح. طيب. انا نحب الانتصار يكون دون غبار. جميل. الانتصار دون غبار. هقول لك رايي تفضل. انا شايفها اقرب لضربه الجزاء حقيقه، بكل انصاف وبكل حياديه شايفها اقرب لضربه الجزاء. وتعليقي الاول، لا انت بس عفوا، انت تشوفها اقرب الى ركله الجزاء. ضربه الجزاء. لماذا؟ وحنا نتابعها في يعني لانه فيها دفعه في الظهر مش في الكتف. فيها دفعه في ظهر اللاعب. طبعا قرار، خلي بالك في قرارات بتبقى في قرار 50-50. ده طيب اقرب انت تشوفها اقرب الى ركله الجزاء. طيب في وجود الفار، في وجود الفار لو احتسبت لن الوم الحكم او يعني انت قصدك تحتسب ولا تحتسب، تحتمل البتاع، ولكنها اقرب بنسبه. انا شفتها 20 مره. شفتها كتير يعني، شفتها كتير. انا في رايي الشخصي انها اقرب لضربه. واحتجاج دكه البدلات التنزانيه دول ما يعملوا، دول حرين من معاهم الحق، ده طبيعي. كل واحد بيحاول يمارس الضغط براحته. بس انا الجزئيه اللي انا عايز اعلق عليها، لا بس لا بهالنقطه لا ما تعلق. لا خلينا في هالنقطه. صابر، يا اما ان تكون ضربه جزاء او لا تكون. لا يوجد في قانون كره القدم اقرب الى ضربه جزاء منها ابعد من ضربه جزاء. هذا اول تعقيب. لا، يا اما ان اقول ضربه جزاء موجوده او اقول ان ضربه جزاء. طيب راي صابر. لا هو يقول يا بدر احنا بنتلاعب بالالفاظ وخلاص. في 90% صابر ما تلعب بالالفاض. لا بس في 90% من القرارات اصلا ما فيش مشاري. بس خليه يكمل على اساس ونرجع في تلعب. انا افضل ان تقول هذه ضربه جزاء او تقول هذه ليس. هو قال لك اقرب لركله الجزاء. انا لما بقول بس ما كنقولوش اقرب، ما فيش حاجه سميتها اقرب. فيها يا اما ضربه جزاء يا ابيض يا اسود. ليش؟ اما ضربه جزاء او ما فيش ضربه جزاء. انت زعلت يعني؟ لا بس عشان نعرف. انا عملت لا بس عشان تصل الفكره. لا مو زعل. انا ما لا ليس زعل. شوف هذه لا يمكن قطعا ان تحتسب ضربه جزاء. صابر يقول لك اقرب. انا اقول لك لا، هذا رايي انا. اي طيب. انا لو قال هو موجوده ضربه جزاء كنت احترمه. احترم رايه، لانه يقول ضربه جزاء. هو قال لك اقرب يعني قال لك اقرب يعني ما معنى اقرب؟ صفره ولا ما صفره؟ طيب اسال صابر، تسال يلا صفره اقرب. لا صفره ولا ما صفراش يا صابر؟ لا بس خليني بالركله الجزاء دي. بالجزئيه انا في الجزئيه دي في قرارات كثيره جدا بتحتمل وتحتمل. ما يقول لك تحسب وما تحسب، بس هي اقرب لضربه الجزاء معناها ان هي ضربه جزاء. يعني انت رايك اقرب. هي نفس المعنى. طيب شو اللي فرق يا حبيبي؟ خلاص كلامه واضح. لا واضح. انا نحب هذا. لا انه في ضربه جزاء. اكمل كلامي بس. بيكمل واعطيك تحت في الجزئيه ديت. طبعا انا هدفي الاهم احنا ايه اللي وصلنا للمرحله ديت. لانه ده درس كبير جدا يجب ان ينتبه للمنتخب المغربي وبقيه برجع لك بتعقب برا ركله الجزاء. بس دي نقطه مهمه وعايز ارجع لك حقك يا صابر. لا في ركله الجزاء عشان نعطي حساب. شوف انا من بالعين المجرده عمليه احتكاك بدني واضحه. ترى فتحي قال ان المغرب لعبت بالنار. لا يعني لكنها لم ترتقي قال لعبت بالنار. لعبت بالنار معناه انها كان بامكانها ان تؤمن النتيجه ولم تؤمن. قد يكون نفس سيناريو منتخب تونس بالامس، ركله جزاء في اخر شيء. صح ممكن سيناريو ثاني. شوف هذه عمليه احتكاك بدني بمعنى ان اللاعب المغربي لا هو سحب المدافع
المدافع المهاجم التنزاني من منطقة العمليات ولا هو أعاقه. بالنسبة عملية لك احتكاك ما بدني. تصل إلى ركلة لا جزاء أبداً. نهائيا ولا 1%. وأنا ممكن أنه نستنجدوا باختصاصي التحكيم ليؤكد ذلك. حكم الوسط انتظر يا أخي وصلت الاختصاصي قصدك صابر وما طيب اسال الامم المتحده انت. حسام ركلة الجزاء. أنا أقول أن هذه الحالات لابد أن يكون رأي مختلفة وحتى الحكم إذا كان مثلا 3 حكام هناك واحد منهم يقول ركلة جزاء. يا حسام يا صديقي يا حسام يا صديقي انتظر نريد صراحة منك. نعم انتظر. ولكن أنا حسام الدين إذا كنت الحكم أقول ركلة جزاء إذا كان لي الحكم. لماذا؟ لأن أولا الكرة مدافع وانت تشاهد المغرب استخدم يده. يعني في إعاقة في إعاقة. أنا أقول أن هناك خطأ لكن هذا ما رأيت. ولكن أنا أيضا أقول أن هل المهاجم أن أقول مهاجم هل يدي المدافع هو الذي هل الوقوع بنسبة الخطأ أم مبالغ فيه؟ نعم كان مبالغ. وهذا لأن ولما رأيت وشاهدت مرات نعم ممكن أن نقول أن الحكم يرى أن المهاجم بالغ. أنت قرارك ركلة جزاء وليس قرار فكرة. لو كنت حكما ستحتسبها ركلة ليست جزاء. قرار وأقول فكرة. ولكن أنا أقول لا حسام لحظة أنت رأيك أن هذه ركلة جزاء لو كنت أنت حكما. نعم صحيح. سيزعل عليك بدر الدين والجماهير المغربية ستزعل. قراري ولكن قراري أو فكرتي لا يبدو أن الحكم أنت ليس حكم. لكن أنا أقول أن المشكلة أن الحكم لا يعود إلى الفار. هذا هو المشكلة. يعني اتفقت مع فتحي. هذا هو المشكلة. لو ذهب إلى الفار أنهى الجدل. لما رفض الحكم أن يعود إلى الفار هذا هو المشكلة. في كلمة فقط لأنه بدر ربما عنده الكلمة. شوف وقت اللي قلت المغرب لعبت بالنار نعرفش نحكي. معناها الفرصة نتاع الشوط الأول الفرصة نتاع بداية الشوط ثم تخلي روحك لدقيقة 94 كيما تونس البارح ل 94 وما فماش معناه سيطرة ميدانية للمغرب تخلي روحك تحت رحمة أي عملية فيها نقاش. إذا هذاك علاش المغرب لعبت بالنار. وقلت أنا حبيت وتمنيت لو الفار يعيط له يقول له إجا شوف حسما ما نحبش أي انتصار يكون فيه تشويش. احنا بنتكلم على سيناريو تونس بالأمس بتاع اللحظات الأخيرة وما تكلمناش على سيناريو المغرب نفسه. يعني من لم يتعلم من الدروس فلا يلومن إلا نفسه. المغرب نفسه في مباراة المالي في الثواني الأخيرة كانت في كرة فيها كلام كبير إنه ممكن تكون ضربة جزاء في مباراة مالي. يعني تخيل في اللحظات الأخيرة وكان فيها شك. البعض قال إنها ضربة جزاء صحيح في مباراة مالي وانتظرت حتى اللحظات الأخيرة عشان تحسم المباراة. لذلك أنا بقول دايما إنه المنتخب اللي عنده كل هذه المقومات وكل هذه القدرات عليه أن يجهز على المنافس مبكرا ويحسم المباراة مبكرا. حتى لا احنا شفنا التحامات قوية. كل اللي أنا حذرت منه امبارح يا مشاري الالتحامات القوية والخوفا من الإصابات كل ده شفناه في الشوط الثاني. لكن ترى حسام اتفق معاك انها ركله جزاء. يعني بدر وفتحي حسام اتفق مع صابر انها ركله جزاء وانت فتحي انا قلت ترجع للفار. ترجع للفار. يعني انت قد تكون يا حسام تعرف ايش قال؟ قال ضربه جزاء لكن باش يسددها مش فلتها. فكرة ليس قرار خلاص هي قرارات ونقاش. لا يتخذ قرارات هو قال لك مجرد فكرة. ذكرت في البداية ان عندك نقطة في المغرب. ما هو انا بتكلم لان انا اتكلمت بالامس على هذا السيناريو وتمنيت ان المنتخب التنزاني لا يقارن بالمنتخب المغربي. لا تلومن الا نفسك لما تسيب الامور معلقة حتى اللحظات الأخيرة كان ممكن اي شيء يحصل. سيناريو تخيل كل هذا الجمهور اللي اتكلم عنه فتحي كان ممكن يحصل سيناريو مخالف. كان ممكن تحصل اصابات لا قدر الله. ولكن المنتخب المغربي عليه ان ينتبه جيدا. لم يكن مقنعا حتى الان في اي مباراة كاملة وده امر يحسب على وليد الركراكي وبقية اللاعبين.